مناورة بلا تأثير تدفع البوليساريو إلى محاولة نيل عضوية في البرلمان الإسباني. بدأت تنكشف نوايا الحقيقية ليولاندا دياز زعيمة الائتلاف السومر اليساري الإسباني بعد ترشحها تشيدي سيدي انفصالية منتمية إلى تنظيم البوليساريو في لائحة الرابعة للانتخابات التشريعية المقبلة بالجارة الشمالية للمملكة في مدينة مدريد. دياز منتشية بتوقيع اتفاق الاتحاد اليساري الراديكالي إلى جانب حزب العمال الاشتراكي الحاكم وجل مكونات يسارية أخرى من أجل خوض انتخابات تشريعية مقبلة بدأت تضع قواعدها المعادية للمغرب بترشيح المنتمية إلى تنظيم البوليساريو من أجل الظفر بعضوية في مجلس النواب. ويأتي ترشيح دياز لتشي سيدي التي ولدت في مخيمات تندوف وحافظت على توجهاتها ضد المملكة المغربية كرسالة إلى بيدرو سانشيز الذي يحرص على تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية داعمة لسياساته الخارجية ولولاها حفاظ على علاقات مع الجار الجنوبي. السابقة أن طردت تشي سيدي من الانتخابات بلدية، غير أن عودتها إلى الانتخابات التشريعية المقبلة على لائحة مدريد زادت من خضوض وجود الصوت لتنظيم البوليساريو من جسم تشريعي إسباني، الأمر الذي أكده فارس رشيد كاتب العام للمواطنة والتعاون بحزب الاشتراك العمالي الإسباني، إذا قال إن تشي سيدي ضمنت بشكل ضمني مقعدا للبوليساريو في البرلمان المقبل. وأضاف رشيد في تصريح إن يولاندا دياز بتشريحها لتشي سيدي برهنت على بقاء الفكر اليساري الراديكالي في نفق دعم أطروحات انفصال ومواصلة العداء للمملكة المغربية. وتابع الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني إن ترشيح تشي سيدي جاء أساسا بدعم من النظام الجزائري الذي يحرص على تقديم دعم لليسار الراديكالي، وذلك من أجل خلق تيار يعرقل علاقات مع المملكة المغربية. وحول إمكانية تأثير هذا الصوت الانفصالي على سياسة سانشيز الخارجية في حالة فوزة الانتخابات، شدد المتحدث ذاته على أن مقعد تشي سيدي لا يشكل أي ضغط يذكر على سياسة سانشيز الخارجية إذا توجد أصوات انفصالية متعددة بالبرلمان الإسباني تدعم البوليساريو وتحرص على سواد العلاقات مع المغرب، لكن سانشيز بقي سدا منيعا أمامها وحرص على مواصلة مسيرة في تدعيم العلاقات مع الجار الجنوبي. وخلص رشيد إلى أن البوليساريو والجزائر يسعيان معا إلى توظيف تشي سيدي من أجل مصالحهما في البرلمان المقبل، ويحرصان على عرقلة كل خطوة إيجابية مع المغرب قبل أن يستدرك أن هذه ورقة لن تفيد أعداء الوحدة الترابية في شيء، وسيبقى المجرد حصى في طريق التعاون الشاسع بين مدريد والرباط. اليد الجزائرية. شدد حفيظ زهري محلل السياسي على أن صوت سيدتشي لن يغير شيئا من خارطة الطريق الطموحة التي تجمع مدريد بالرباط، وسيبقى مجرد فلوركفور سياسي بل لا تأثير. وأضاف الزهري في تصريح إن اليد الجزائرية حاضرة بقوة في تحركات تشي سيدي، وذلك عبر تمويلها بالأهداف معينة، وتروم تعكير صورة المغرب والتأثير في موقف الإسبانيا من الحكم الذاتي.
واعتبر المتحدث عينه أن هدف الموقف التاريخي يجب أن يخرج عن أي تكهنات مستقبلية مهما كانت النتائج الانتخابات المقبلة، بل سيبقى كما هو دون أي تغيير. وخلص المحلل السياسي عينه إلى أن سانشيز واضح في سياسته الخارجية ولن يتأثر بوجود صوت كاتشي السيدي، كما أن الأحزاب الأخرى اليمينية تعلم مدى أهمية العلاقات مع المملكة المغربية، ويبقى اليسار الراديكالي باستثناء غير أنه بلا تأثير قوي يذكر.